بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم طيور كتير، بتربوا بط، بتربي وز، بتربي فراخ. التكلفة سعرها غالي، سعر العلف غالي. هقولك على وجبة غذائية متميزة فيها كل العناصر اللي بيحتاجها الفرخ. وجبة هتوفر معانا في التكلفة كتير، بس يا ريت متنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. زي ما انتوا شفتوا كده، انا جبت الحشائش دي الموجودة حاليا دلوقتي في السوق في فصل الصيف. في الشتا بيكون موجود البرسيم. اي حشائش بقى متوفرة عندنا ممكن ان احنا نجيبها، او خضروات ممكن ان احنا نجيبها بسعر رخيص. هنقطعها وكده ونقصها بالمقص. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده، انا كنت بلع عيش من قبلها بفترة. هجيب العيش اللي انا بلاه ده وهحصره كده وانشفه كويس، وهضيفه على الخضروات اللي انا قصيتها بالمقص. طبعا هقصها كده رفيع، حاجات رفيعة عشان الفراخ تقدر تاكلها. طبعا لو عندكم الفراخ لسه مش متعودة على الأكلة دي، أول ما هتنزليها كده في البداية الفراخ مش هتاكل منها كتير، لأنها مش متعودة عليها. أو ممكن إن هي تنقر العيش، تاكل العيش والعلف اللي موجودين في الخلطة. ممكن تسيب الحشائش دي لأنها مش متعودة عليها. بس بعد كده لما هتجوع هترجع تاكلها تاني. ولما احنا هننزل الخلطة دي كده مع بعض، الفراخ هتاكل منها، تتعود من عليها وتاكل منها باستمرار. بعد كده هجيب عندي كده شوية من العلف. وريت كمان يكون عليهم شوية من الردة لو موجودة عندنا ردة، مش موجودة عندي في الوقت الحالي. ونضيفهم كده على بعض ونقلبهم بالطريقة دي. ممكن كمان نضيف عليها بهارات من الموجودة عندنا في المطبخ، يعني كزبرة، كمون، شوية حلبة مطحونين نطحنهم في الخلاط ونضيفهم، كركم. حاجات زي كده هتبقى موجودة في وسط الأكل ده، هتفتح نفس الطيور. يا رب يكون الفيديو عجبكم. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني للجميع. ما تنسوش ان انتوا تدعموني باشتراككم في القناة ولايك جميل عشان يرفع الفيديو يوصل لأكتر عدد من الناس.